بقول لكم يا جماعة، خلينا صراحة. نادي الزمالك مفيش أجدع منه بأمانة ربنا. يعني هو الأهلي نفسيته متدمرة، ومش عارف أداؤه كده تحت في النازل منه خالص. الزمالك إيه ده؟ عايز أهلي في إيه؟ مين هيشرفنا في أفريقيا؟ مين هينافسني على الدوري وهياخد مني الدوري؟ وكده يا حبيبي نخسر قدام وادي دجلة ونتعادل قدام الجونة في ماتش ولا ليه أي لازمة. بس احنا برضو خلينا متفقين على حاجة، ان الجونة ما تعادلش لما جاب الجون. الجونة تعادل لما دونكا خرج. دونكا الفترة دي كده بأمانة، يعني أنا عايز أعمل له فيديو لوحده. قالب باتريك فييرا، بيرلو، إدجار ديفيد، ما تفهمش فيه ايه. بس أنا بسمع كده، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الزمالك مش بيدي فلوس، يعني فاهمش ايه، مش بيدي الحليح غير اللي بيلعب كويس، يعني مثلا زي بزيرة، مش عارف ايه. طبعا دونجا سمع بالحوار ده، قالك بس اللي ما شافش بيرلو يجي يحضرني. فانا كده شايف ان المفروض يعني الزمالك يكون خلاص، يعني لفت انتباهه حاجه. المفروض يكون ياخد باله من حته ان اللعيبه لازم يتقطع عنها المصروف، لازم ياخدوها في اخر الموسم علشان يفهم ايه، يلعبوا كويس. لازم يعني ايه اللي من الاخر كده يمشي قانون اللي هو بتاع الاهلي، اللي ايه، مش هيلعب كويس مفيش مصاريف. بس يعني اديكوا شفتوا دونجا قاعد قافل الملعب ومفيش حد بيعدي. اتصاب طبعا ربنا يشفيه، لما اتصاب لبستوا التعادل. طبعا في كورتين في العرض، يعني بعيد عنهم انتوا حظكوا في الرايق منه بأمانة. ان شاء الله يا غريمي هقابلك يوم الاثنين، واعترف بس ان الصدارة دي كانت مؤقتة.